واحد من أهم وأشهر الشخصيات في القرن العشرين، وكمان اللي وقف قدام الحكومة الأمريكية بطوله. ومش بس كده، وبسببه أسلم 2 مليون أمريكي. محمد علي كلاي ما كانش بس لاعب استثنائي، لا ده كمان مدافع شرس عن المبادئ بتاعته، حتى لو كانت تمن الحرمان من حلم حياته. يوم 17 يناير سنة 1942 وفي مدينة لاي فالي الأمريكية اتولد كاسيوس كلاي لأسرة أمريكية متوسطة من أصل أفريقي. وكان قادر محمد علي إنه يتولد وسط مجتمع بيضطهد أصحاب البشرة السمراء، والاضطهاد ده كان هو الدافع والسبب اللي خلاه يكون أفضل وأشهر مهاجم في التاريخ. عشان أبوه قال له وهو صغير: بص يا ابني، أنت عمرك ما هتوصل لاحترام الناس في المجتمع أصلا عنصري إلا لو كان معاك فلوس ومكانة اجتماعية. بداية كاسيوس في عالم الملاكمة بعد ما شاف برنامج أبطال الغد للملاكمين اللي واقف في التلفزيون، وحس إن الملاكمة ممكن تبقى طريقه للفلوس والشهرة والمكانة الاجتماعية. ومع الوقت بدأ تظهر موهبته بسبب ردود فعله السريعة اللي بتخليه يتفادى معظم الضربات، عشان هو أصلا كان سريع جدا وحركته خفيفة، وحتى لو اتضرب كان عنده القدرة إن هو يسترجع توازنه بسرعة. وكان كاسيوس على عكس معظم الملاكمين ما بيتعصبش وما يخافش ولا عمره انسحب من الحلبة كمان. ولما كان عنده 16 سنة قرر يتحدى أقوى ملاكم في مدينة لاي فالي، واللي كان اسمه كوركي بيكر. واستمرت مواجهة بيكر وكلاي لجولة واحدة بس، وقدر كلاي إنه يتفادى أي لكمات جاية من بيكر بسرعته ومهارته كبيرة. والمواجهة دي رفعت اسم كلاي وفرقت معاه جدا بين مجتمع الهواة. واستمر السنين اللي بعدها يحقق إنجازات كبيرة لحد ما وصل عمر 19 سنة، ورشحوه وقتها إنه ينافس في دورة الألعاب الأولمبية سنة 60 كأفضل ملاكم من فئة الهواة في الدولة كلها. ودي فعلا كانت حاجة من أهم وأفضل الحاجات اللي بيتمنوها أي ملاكم هاوي، لأنه لو فاز فيها هتبدأ مسيرته الاحترافية ويدخل عالم الشهرة. وكالعادة قدر كلاي إنه يحقق انتصار ورا تاني لحد ما وصل للمباراة النهائية، وهزم بطل أوروبا بنفس أسلوبه المميز اللي بيعتمد على تجنب ضربات الخصم وإرهاقه. كلاي كان مميز جدا وأسلوبه كان فني، لأن كان معظم الملاكمين بيعتمدوا على قدرة التحمل والفاز في الحلبة اللي يقدر يتحمل أكبر عدد من الضربات. بس كلاي عمل ثورة في أسلوب القتال، وكان بيعتمد على ذكاء وردود الأفعال السريعة وتفادي الضربات، لدرجة إنه كان بيبعد إيده عن وشه عشان يستفز خصمه عشان يضربه فيتفادى الضربات بسرعة عجيبة. وبالأسلوب ده كسب كلاي الأولمبياد وفاز على بطل أوروبا وحقق الميدالية الذهبية الأولمبية وعمره 19 سنة بس. وبسبب حركاته الرشيقة وردود أفعاله السريعة قال عنه يطير كالفراشة ويلدغ كالنحلة. كلاي كان فخور جدا بالإنجازات اللي هو حققها، وكان فاكر إن فوزه بالميدالية الذهبية هيخلص من العنصرية اللي كانت بتسود أمريكا وقتها. لكنه اتفاجئ بعدها في واحد من المطاعم الكبار إن صاحب المطعم رفض استقباله، وطلب من محمد هو وأصدقائه إنه يسيبوا المطعم بهدوء وإلا هيتصل بالشرطة. وبسبب الموقف ده غضب كلاي ورمى الميدالية بتاعته في البحر، وفهم إن العنصرية المتأصلة في المجتمع الأمريكي ساعتها لا يمكن إنها تتحل بالشكل ده. ومن هنا بدأ يستخدم تفوقه الرياضي كأداة لنشر المساواة، وقرر يلعب أهم مباراة في تاريخه عشان يجذب أنظار العالم. وبعد فوزه بالأولمبياد لعب في 3 سنين 19 مباراة وفاز فيهم كلهم لحد بقى المصنف رقم 4 عالميا. بس كان بيسعى للقب الأهم، بطل العالم في الوزن التقيل، واللي كان بيحمل اللقب ده وقتها كان سوني ليستون. وليستون كان الكل بيخاف منه، مش بس عشان قوته لكن عشان مدعوم من المافيا اللي مسيطرة على عالم الملاكمة وقتها. كلاي بجانب مهاراته وقوته الجسدية كان بيستخدم أسلوب اسمه التراش توك، كان بيوصل استفزاز خصمه قبل المباراة عشان يجذب عدد أكبر من الجماهير عشان يتفرجوا عليه. وبنفس الأسلوب ده عملوا مع ليستون عشان يوافق إنه يلعب، لأن كلاي وقتها كان مصنف رقم 4 على العالم ومش مؤهل أصلا إنه يلاعب بطل العالم. فبدأ محمد إنه يصرح بتصريحات مستفزة عشان توصل لليستون، بس ليستون بالنسبة له كان محمد شاب مراهق عنده 21 سنة، فطلع في كل البرامج المهتمة بالرياضة وقال إن ليستون خايف يلعبه، واستفز ليستون لحد ما فعلا خلاه يلعبه. وفعلا اتلعبت المباراة يوم 25 فبراير سنة 1964. وبرغم إن ليستون قبل التحدي بس كلاي موقفش أسلوبه استفزازي لحد آخر لحظة، وكان متعمد إنه يخلي ليستون غضبان وبيلعب وهو متعصب. واستمرت المباراة بينهم 6 جولات، وفي بداية الجولة السابعة انسحب ليستون وفاز كلاي بلقب بطولة العالم لملاكمة المحترفين للوزن التقيل المرة الأولى في حياته، وهو المصنف رقم 4، وسجل رقم قياسي كأصغر ملاكم يحقق بلقب البطولة وهو عنده 22 سنة. والمباراة دي بتتصنف كواحدة من أهم المباريات في تاريخ الملاكمة. ودي كانت آخر مباراة لعبها كاسيوس كلاي، لأن بعد يومين من تتويجه بلقب بطل العالم أعلن إسلامه وغير اسمه لمحمد
محمد علي كلاي. وفي خلال 3 سنين اللي بعد إسلامه لعب على لقبه 8 مرات وفاز فيهم كلهم. وعلى المستوى الرياضي كملت الأمور زي ما هي وفضل نجاحه يزيد يوم ورا التاني. لكن على المستوى الشخصي فالخبر ده كان صادم للعالم كله وتسبب له في مشاكل كتير وصلت لقمة عائدها لما رفض طلب الحكومة الأمريكية بمشاركته في حرب فيتنام. وبسبب رفضه وقف قدام المحكمة ولجنة المحلفين اللي حكموا عليه بغرامة 10,000 دولار و5 سنين سجن. بس طبعا الحكم بالسجن ما تنفذش، بس يا خسارة سحبوا منه لقب بطل العالم وكمان سحبوا منه رخصته ووقفوا مسيرته في العالم الملاكمة. ودي فعلا كانت أسوأ حاجة ممكن تحصل له في حياته، لأن محمد علي ساعتها كان في عصره الذهبي زي ما قال عنه مدربه أنجيلو داندي، اللي اعتبر إن الحكومة الأمريكية سرقت أهم سنين في عمر محمد علي. وفضلت قضية كلاي متعلقة لحد ما بعدها ب3 سنين تعتذر له الحكومة الأمريكية بشكل شخصي ويرجع للحلبة مرة تانية. والغريبة إنه لما رجع للحلبة تاني وللملاكمة تاني بعدها ب3 سنين كان بنفس قوته ولعب واحدة من أهم المباريات في تاريخ الملاكمة كلها، وكان ضد بطل العالم جوي فريزر، واللي وصفها الناقد إن دي مباراة القرن. واللي بيميز المباراة دي إن الاتنين ما اتهزموش قبل كده في مسيرتهم، واللي هيخسر المباراة دي هتكون أول خسارة في تاريخه. واستمرت المباراة اللي بينهم ل3 جولات وفعلا فاز بيها محمد علي واستعاد لقب البطولة مرة تانية. وواحد من أشهر المواقف في حياة محمد علي لما استفزه ملاكم إرني تيرل وناداه قدام العالم كله في التلفزيون باسمه القديم كاسيوس كلاي. فرد عليه محمد علي في لقاء تلفزيوني: أنا اسمي محمد علي وهخليك تنطق اسمي صح في الحلبة بعد المباراة، غصب عنك لو ما وافقتش تعمل ده دلوقتي بمزاجك. وبالفعل كسب محمد علي المباراة، وكانت واحدة من أهم اللحظات في تاريخ حياته. قبل الفوز وهو بيسقف اللكمات السريعة والمتتالية لتيرل بيسأله وهو غضبان: أنا اسمي إيه؟ وبالنسبة لمحمد علي إن فوزه بالمباراة دي كان فعلا رد اعتبار لنفسه، وده كان رد على أي شخص كان بيحاول يستفزه وينكر اسمه الجديد محمد علي. واعتزل محمد علي كلاي الملاكمة بالتحديد سنة 1981 وهو عنده 39 سنة برصيد 56 انتصار و3 ألقاب بطل عالم للوزن الثقيل. وبعدها في سنة 1984 اتصاب بالشلل الرعاش. وفي سنة 1998 منظمة الأمم المتحدة عينته كسفير للسلام بعدما قضى معظم وقته بره حلبة الملاكمة. واستمر محمد علي بتقديم المساعدات للمحتاجين في البلاد النامية، وبيساعد أهم حاجة المسلمين بالنسبة له كان أكتر، وكمان بيدعم مبادرات الإغاثة والتنمية في آسيا وأفريقيا. ومع بداية الألفية الجديدة بدأت تتدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ عشان يوم 3 يونيو سنة 2016 تنتهي رحلة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي وهو عنده 74 سنة. ومن بين 2500 نجم عالمي اسمهم على نجمة هوليوود اللي مرسومة على الأرض، بس محمد علي هو الشخص الوحيد اللي اسمه كان متعلق على الحيطة مش على الأرض زي بقية النجوم. وده كان شرط أساسي لقبول التكريم. بعد ما سألوه ليه انت اخترت اسمك يتعلق على الحيطة، قال ان المسألة دي متعلقة بأمور دينية وانه مستحيل يسمح ان اسم محمد يتداس عليه. وبكده تنتهي رحلة قصة وأشهر لشخصيات عبر التاريخ وأفضلهم والمؤثرة في العالم. وطبعا ما تنساش الاشتراك واللايك المحترم عشان تحفزونا اننا نكمل. وشكرا وإلى اللقاء في حلقة جديدة.